في حياتك بتحتاج لشريك يقاسمك الهم ويشاركك فيه ويدعمك في كل نجاحاتك ويقف معاك ويسندك في الوقت اللي انت بتكون فيه محتاج لسند، ويحفزك ويمسك بيدك ويعبر بيك الصعاب، ويكون دايما بيذكرك انه كل ما تضعف يوريك انه اهدافك كبيرة وبتستحق التعب اللي انت بتتعبه. محتاج لشريك يكون مؤمن بيك ومؤمن بأهدافك، شريك صبور وشريك صادق مستعد انه يكون معك في كل حياتك وفي كل تفاصيل خطواتك. خلونا مع بعض الليلة نعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم مع شركائه، وفي العلاقات اللي كانت حول الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أثره كان في نشر الإسلام. كانت السيدة خديجة أم المؤمنين أول زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من آمنت به وبرسالته، وكانت من أول وأهم الداعمين له في مسيرته في نشر الدعوة. ومن قبل الرسالة كانت شريكة له في التجارة، هي برأس المال وهو بإدارة الشغل. وكانت رضي الله عنها قبل الرسالة وفي فترة اختلاء الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء بالأيام وبالليالي، كانت بتطلع كل يوم وتلاقيه وتقعد معاه، ولما تغرب الشمس بترجع، علما بأنه غار حراء كان بيبعد من مكة 4 كيلومتر، متحملة مصائب الطريق وعناء التسلق للجبل، ومتناسية إنها سيدة من سادات قريش وذات منصب ومال، وبإمكانها إنها ترسل أي واحد من الموالي عندها. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من غار حراء كان خايف. كانت أول إنسان فكر إنه يلجأ لها السيدة خديجة، وكانت هي الملاذ الآمن له بعد الله تعالى. جليها وهو بقول زملوني ودثروني، فقالت جملة عبرت بها عن ثقتها فيه وعن دعمها الكامل له. قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. حمل التطبيق الآن واستمتع بالمشاهدة. ناسنا